بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. الناس اللي بتقولي هو انتي لازم المقدمة بتاعتك كلها تبقى زي بعضها، بصراحة يا بنات والله او انا لساني اخد على المقدمة دي. هو بصراحة من يوم ما عملت القناة ونزلت لكم فيديوهات، هي دي المقدمة بتاعتي. مبعرفش ان انا ابدأ الاول بموضوع الفيديو كده، لا لازم أنا ابدأ بالصلاة على النبي الاول وبسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة وانا اخدت على كده، ما اقدرش ان انا اغير في المقدمة بتاعتي خالص نهائي، مش عارفة ليه. بس هي من يوم ما انا بدأت فيديوهات معاكم وهي دي المقدمة بتاعتي. انتوا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب كده. وبصراحة انا مبسوطة وفرحانة جدا جدا ان انا جبت عجان. فرق معايا جامد جدا بطريقة رهيبة. ما شاء الله انا شغاله بيه من يوم ما جه، ما شاء الله جميل جدا، بيطلع لي الاسبونج حلو، بيطلع لي الكريمه حلوه. موضوع العجن انا لسه ما عجنتش فيه يا بنات، علشان برضو الناس اللي هتسالني في موضوع العجن وكده، انا لسه ما عجنتش بيه خالص. موضوع ان هو اي عجان، يعني اي عجان اي حد اشتراه وحط فيه دقيق والعجان بقى بيتهز منه ويقولوا لا ده هو وحش، عايزه اقول لكم يا بنات ان ده موتور والموتور بتاعه فيه قوي. هو 2200 واط، فلازما يتهز معايا وانا شغاله بيه. هو ما شاء الله في الاسبونج والكريمه ما بيتهزش، بس في العجان، في العجن بتاع العيش او بتاع الحاجات الكحك والبسكوت وكده، اكيد ان هو هيتهز معاكم، علشان انا شفت فيديوهات كتير كانوا بيبقوا قلقانين من موضوع الهز ده. عايزه اقول لكم والله انا شفت فيديو لواحده جايبه عجان ب30,000 جنيه وكان بيتهز معاها بطريقه رهيبه. انتوا مش هتجيبوا مثلا عجان ب9,000 او ب10,000 او مثلا ب15,000، لعجان مثلا ب30 او ب25 او ب40 او كده. فهو بصراحة يعني هو شغال معايا كويس، وبسم الله ما شاء الله ما شفتش منه اي مشاكل لغاية دلوقتي. فالحمد لله يا رب، بحمد ربنا ويا رب كده يكمل معايا وما اشوفش منه اي حاجة، اي حاجة وحشة خالص. انا عايزة اقول لكم هو ما شاء الله جميل جدا. هو الماركة بتاعته برضو زيها زي المضرب بتاعي، بلاك اند وايت، ما شاء الله عليه، جميل جدا. الحلة بتاعته عميقة جدا جدا. انا مبسوطة من الحلة بتاعته قوي، ان هي اللمعة بتاعتها اللي بره مطفية، بسبب ان هو ما يظهرنيش ويجيب يجيبني مثلا وانا واقفة بصور معاكم، يجيبني في في الحلة وكده. الحلة اللي هي بتبقى بتلمع من بره دي، فبتخلي الواحد اللي شغال قدامها آه، يبان زيها زي المراية. فدي اكتر حاجة عجباني في العجان، ان هو الحلة بتاعته من بره مطفية علشان ما تجيبنيش. خلينا بقى في الفيديو بتاعنا، وان شاء الله كل ما هيلاقي حاجة حلوة في العجان هطلع واتكلم عنها. الفيديو بتاعنا انا غبست قد ايه. الاربع صواني او اربع حلل اللي انتوا شايفينهم دول، حلتين مقاس 18 وحلتين مقاس 14. انا مطلوب مني تورتايه مقاس 14، تمام. مطلوب مني تورتايه مقاس 18، والمقاس اللي هو ال14 ده انا هعمله للكيك بوبس. انا مطلوب مني تورتايه ومطلوب مني 24 قطعة كيك بوبس. التورتايه انا هستخدم لها بس 5 طبقات من الكيك، والكيك التاني يعني انا اخدت اللي هي الحتة اللي هي بتبقى فوق دي، استخدمتها مع الكيك بوبس، علشان خاطر انا مش هستخدمها في اي حاجة تانية. بس في طبقة هتتفضل معايا برضو في الاخر، دي انا خدتها وعينتها في الفريزر هستخدمها ان شاء الله. كان مطلوب مني 10 كبات هستخدمهم، الكبات مع الكيك اللي انا هخبزه. انتي ضربت لهم قد ايه يا مسلم سبونج؟ انا ضربت لهم 700 جرام سبونج مع بعض، تمام. علشان طبعا بقى انا بقى عندي عجان، فلازم أنا اضرب كل حاجة مع بعضها كده، مش هقعد اضرب بقى مثلا زي المضرب وكده كل 400 جرام لوحدهم. انا دلوقتي بقى عندي عجان، فعشان كده بضرب بيه، بضرب الكمية كلها مع بعضها.
بصراحة انا مبسوطة جدا جدا من الحتة دي، وكنت بتمناها بصراحة من زمان ان انا مقعدش اضرب كل حاجة لوحدها. يعني انا كده مبسوطة ومرتاحة، بضرب الحاجة كلها مع بعضها وبفضها في الحلل، والحلل تخش الفرن وتطلع من الفرن. اغسل حلة العجان، اضرب فيها بقى الكريمة اللي انا عايزاها وكده. ما بقعدش بقى كل شوية اقعد اضرب 400 لوحده. انا ضربت فوق 700. ال700 اخدوا معايا، حطيت لهم 8 بيضات، تمام. واخدوا معايا معلقة محسن جل كبيرة، وعليهم كوباية الا ربع من المية، وطبعا كيسين من الفانيليا عشان خاطر ريحة زفرة البيض. دي المقادير بتاعة الكيك كله، يعني بتاعة الكيك بوبس وبتاع التورتايه. انتي استخدمتي بقى قد ايه للتورتايه يا مسلم؟ انا استخدمت لها 400 جرام، تمام. بس اتفضل معايا الطبقه اللي هي الطبقه الاخيره، والطبقه اللي انا خدتها اللي هي كانت فوق الوش دي بعد ما قشرته وكده، في طبقه انا استخدمتها للكيك بوبس. والكيك بوبس استخدمت له ال 300 جرام. طبعا انا لما استخدمت ال 300 جرام، لما انا زودت الطبقة الاولانية دي، هنقول مع ال 300 جرام يعني، انتي لو عايزة تعملي 24 قطعة كيك بوبس، هتخبزلها 300 جرام من الدقيق الاسبونج. علشان بصراحة في ناس كتير جدا ما تعرفش، لو مطلوب منها 12 ما مش عارفة تعمل قد ايه، مطلوب منها 24 ما بتعرفش تعمل قد ايه. فهو ال 12 بتضربي 150، وال24 زي ما انا عملت ضربت 300. ال300 اللي هما كانوا في الحلتين الصغيرين. طبعا انا مسكت الكيك، قعدت اقطعه بايديا كده في قلب الطبق، وبعد كده حطيت عليه مربى حليب، وحطيت عليه شوكولاته سما بندق، تمام. وقعدت اعجن فيه لغايه اما الملمس بتاعه ما شاء الله بقى جميل جدا. كورت الكوره كده ما تشققش معايا. هغطيه واحطه في التلاجة يرتاح، وبعد ما يرتاح انا هطلعه اكوره، وبعد كده هوزنه بقى. انتوا هتشوفوا معايا اللقطه دي قدام شويه. انا استخدمت يا بنات كريمه قد ايه للتورتايه دي؟ عايزه اقول لكم انا استخدمت للحشو نص كوبايه، وللتغليف من بره نص كوبايه. يعني انا استخدمت بس كوبايه واحده. بس الكريمه اللي انا عملتها الاول، انا كنت ضربت كوبايه الاول بس عملتها بالشوكولاته، تمام. فهو اتفضل معايا ياما. انا استخدمته بعد كده للكبات اللي انا هطلعها دي. والتانية بقى انا ضربت كوبايه تانية، هستخدم منها بس نص كوبايه للتورتايه، وهسيب النص التاني برضو في التلاجة لو احتجت منه للكبات او كده هستخدمها. بسم الله ما شاء الله، ما اخدتش معايا الا كوبايه واحده. مستغربه جدا جدا ان تورتيه مقاس 18 تاخد معايا كوبايه واحده. ما شاء الله عليها، ما شاء الله اصلا على العجان، بيخلي قوام الكريمه ما شاء الله حلو، والقوام بتاع الاسبونج برضو حلو. بصراحه مبهوره بيه، ربنا يبارك لي فيه يا رب. ويطول لي في عمره كده وما يحصلوش اي حاجه. طبعا انا مسكت بقى حشيت الكيك زي ما انتوا عارفين. الحشو بتاعي هو ما بيتغيرش نهائي. حطيت طبعا بقى الكيك في التلاجة يشد معايا ويسقع جامد، وبعد كده هطلعها اغلفها. وتاني يوم هبقى احط فيه بقى الشغل، عجينة السكر وكده. هو التورتايه دي مطلوبة يعتبر التزيين بتاعها من اوله لاخره من بره عجينة سكر. والكيك بوبس برضو هحط عليه ورد كده بعجينة السكر، واحط، هو كان مطلوب مني الكريسبي الكبير ده ينحط عليه ويتحط عليه عجينة سكر. فطبعا بقى انا لما جيت سيحت الشوكولاته وكده، شفتوا يا بنات فاكرين الشمع اللي انا كنت جايباه معاكم في المشتريات، اخر مشتريات انا كنت منزلاها، كنت جايبه فيها شمع كده للشوكولاته. عايزه اقول لكم سيحت فيه حاجات بسيطه جدا، يعني على قد 3 معالق كده. بصوا يعني ما يجوش 10 جرام، حاجه بسيطه جدا جدا. حطيتها على الشوكولاته.
عايزة اقول لكم ما شاء الله اختراع، والله العظيم اختراع جميل جدا جدا. الشوكولاتة يا دوبك كده احط فيها العصيان بتاعة الكيك بوبس. هو طبعا كان الكيك بوبس طالع من التلاجة، فيا دوبك احط فيها الشوكولاتة الاقي الشوكولاتة ما شاء الله بقت حجر، كأننا في الشتاء، ومش بتسيح بقى ومش بتديكي الملمس اللي هو السايح، اللي هو تقعد تبصم في ايديكي والكلام ده. لا ما شاء الله كانت متماسكة معايا خالص، وكان ما شاء الله جميل، انا مبسوطة بيه بطريقة رهيبة. انتي استخدمتي قد ايه شوكولاتة للكيك بوبس؟ انا استخدمت حوالي 300 جرام. هما كانوا 3 مكعبات، المكعب طبعا 100 جرام، فانا استخدمت 300 جرام. طبعا انا لما جيت ازين الكيك بوبس وكده، انا بحطه في ورق من اللي هو الورق الكب كيك، بس هو ده ما شاء الله كان ورق صغير بتاع الميني، فبحطه فيه كده بيديله منظر حلو، بيديله شكل مرتب خالص، بدل ما احطه على الرخامة وارجع احطه في العلبة بتاعته وكده. آه، انا قطعت ورد كده صغير من عجينة السكر، ولزقت الورد مع الكريسبي، ما شاء الله كانت جميل جدا. عايزه اقول لكم والله اصحابه انبهروا بيه. هو ما كانش مطلوب معايا اشكال ورق او اشكال من اللي هي الورق اللي بتطبع وكده، لا هو كان مطلوب بس حاجه سيمبل ورقيقه، ولازم احط الكريسبي الكبير ده، ما احطش البيبي اللي هو الصغير. عايزه اقول لكم برضو انا لما جيت حطيت فيها العصيان دي، طبعا انا بنزلها في الشوكولاته وبرجع احطها في الكيك بوبس، علشان خاطر الحته بتاعت الشوكولاتيه دي هي اللي هتمسك الكيك بوبس مع العصايه، علشان خاطر ما تتفكش منكم وكده، فلازم تعملوا الحركه دي الاول. آه، انا طبعا لما عملته وكده حطيته في التلاجة ياخد راحته، وبعد كده طلعته بقى وزينته بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين. وفي الاخر خالص هقوم مزينة التورتاية. عايزة هوريكم برضو الشمع بتاعي، الشمع اللي هو الغذائي اللي انا استخدمته للشوكولاتة. بصوا عايزة اقول لكم لما تيجوا تستخدموه، لو هتلاقوه ان شاء الله عند اي حد بيبيع لوازم الحلويات ولقيتوه كده وجبتوه، لازم الشوكولاتة تبقى سخنة، وهو لازم يبقى سخن، هو برضو بيتحط على حمام بخار زيه زي الشوكولاتة، بيتسيح زي الشوكولاتة بالظبط، بس لازم يبقى سخن، ولازم ايديكي تبقى سريعة جدا جدا فيه، ولازم تفضلي تقلبي تقلبي لغاية ما يندمج مع الشوكولاتة، بس بسرعة علشان خاطر هو بيشد على طول، علشان خاطر ما يشدش منكم في التورته في الشوكولاتة وتلاقوا الشوكولاتة نشفت معاكم. هو ما شاء الله يعني في ثانية كده تلاقي نفسك بتقلبي بتقلبي، وعلى طول كده تلاقي اندمج مع الشوكولاتة، فما شاء الله حلو. عايزة اقول لكم بعد ما انا خلصت اصلا تزيين الكيك بوبس، لقيت الشمع نشف كأنه زي ما كأنه جه، ما كانش تسيح ولا اي حاجة، نشف خالص. وكمان الشوكولاتة نشفت على طول، يعني انا لما هاجي اوريكم الشوكولاتة تحسوا ان هي نازلة تقيلة، علشان انا مسرعة الفيديو، علشان خاطر انا مسرعة الفيديو تحس ان الشوكولاتة نازلة سريع، لا الشوكولاتة هتبقى نازلة بطيء بطريقة رهيبة، يعني الشوكولاتة خلاص لو سبتها كمان ربع ساعة بس على الرخامة هلاقيها حجر. إيه، انا هخلص بقى الكيك بوبس كولاته وهحطه بقى في العلبة بتاعته، وهيتسلم اصلا على طول. فما شاء الله يعني انا خلصته، ما رضيتش احطه في التلاجة تاني، هي الشوكولاتة كانت نشفت خلاص. عايزة اقول لكم انا دقت من الشوكولاتة دي على الكيك بوبس. اول كيك بوبس كان عاملي 25 واحدة، انا طبعا طلعت 24 وسبت الواحدة دي علشان ادوقها برضو، ما شاء الله كان جميل جدا، ما فيهوش اي طعم تغير خالص. هنخش بقى في تزيين التورتايه. انا عملت السحابة من عجينة السكر، عملت الكازمة الكيوت بتاعتي دي برضو من عجينة السكر، كانت كل حاجة على التورتايه عجينة سكر، ورشيت عليها كريسبي صغير كده زيها زي الصورة اللي الكلاين بعتها، ما كانش فيها اي اختلاف خالص، نفس الاسم نفس كل حاجة زي ما الصورة بالظبط نفس دي، بس اللون بتاع الكريمة هو اللي لونه ازرق قوي في الكاميرا، بس هو ما كانش لونه ازرق غامق كده، هو كان اللون بتاعه ازرق فاتح شوية.
ما شاء الله كانت جميلة. طبعا انا حطيت دعامات تحت الجزمة عشان الجزمة كانت تقيلة، حطيت هنا دعامات وحطيت برضو ورا السحاب دعامات، وطبعا ظبطتها لها زي ما هي كانت عايزة، وما شاء الله كانت رهيبة وكانت حاجة كده فوق الروعة. اللهم صل على النبي، حاجة كده عسل قوي قوي.